السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. وبعدين في أصحاب العمل اللي ما بيدوش للناس حقوقهم، وبعدين في الناس اللي بيأخروا على الناس رواتبهم أو أجورهم، وبعدين في الناس اللي بتجيب عمال بيدفع لهم باليوم ويبخسوهم حقهم أو يستنوا شوية على الأجر بتاعهم. وبعدين أذكركم وأذكر نفسي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. والله العظيم حدهم لك كمان قد كده، والله العظيم الحاجة دي حدها لك، ده أعطى بي ثم غدر. حلف بالله العظيم، حلف بالله انه هيديك الحاجات دي وغدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. البيع مش للأحرار، الأحرار ما بيتباعوش، فكده البيع والشراء اللي فيه غدر. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. خد كل حقه وخد كل العمل وخد كل اللي هو عايزه، وفي الآخر ما ادهوش مرتبه وما ادهوش حقه. معكش فلوس تدفع للناس رواتبهم وأجورهم، ما تجيبش ناس. معكش فلوس تدفع للناس حقوقها اول الشهر وفي مواعيدهم، قلل العمالة عندك عشان ما تأخرش الفلوس على حد وعشان ما تظلمش حد.